حكومي على النقابات. لسنا ندري أن الخلفية التي تتحكم في السيد رئيس الحكومة ومكونات الحكومة تجاه العمل النقابي، والذي منذ مجيء هذه الحكومة جمدت الحوار الاجتماعي وهمشت النقابات واعتبرت الحق النقابي حق غير جدير بأن يشارك في القرارات الكبرى ديال البلاد. فهذا يطرح علينا سؤال كبير: هل نحن فعلا في ظل دستور 2011 الذي دعا إلى الديمقراطية التشاركية والذي صنف النقابات في فصله الثامن كنقابات ضرورية للمجتمع، ضرورية للبلاد، ضرورية للدولة، إلا أن الحكومة تسير في عكس هذا الاتجاه، ربما لتاريخ إيديولوجي أو خلفية سياسية. الحكومة هي تعامل مع الطيف النقابي بهذا المحتوى. وكذلك نعرف أن المركزية النقابية هي كلها وليدة الحركة الوطنية المغربية، وليدة النضال المرير سواء في عهد الحماية أو في عهد الاستقلال، بعكس الذين يتحكمون اليوم في السلطة ليس لهم تاريخ وليس لهم تجربة وليس لهم سجل نضالي حافل. لذلك تريد هذه الحكومة أن تصنع تاريخا جديدا بضرب الأحزاب الديمقراطية الوطنية وضرب المركزية النقابية حتى تخلو لها الساحة لتصنع تاريخها الخاص. وليست هناك إملاءات صندوق النقد الدولي؟ طبيعة الحال فيما يتعلق بالمسألة الاقتصادية، الحكومة الحالية تلميذ النجيب لصندوق النقد الدولي، حيث أول مرة المديونية ديال المغرب تصل إلى 246 مليار درهم في عهد هذه الحكومة، وهو أمر خطير يرهن الاقتصاد الوطني، إذ أن المديونية تصل إلى حوالي أكثر من 70% من الناتج الداخلي الخام، وهو خطر على البلاد. والحكومة تلجأ إلى الدين وتلجأ إلى جيوب المغاربة لتصل إلى توازنات مكرو اقتصادية ترضي بها المؤسسات الدولية على حساب المواطن المغربي. فهي زادت في المحروقات، تريد أن تزيد في السكر، تريد أن تزيد في الدقيق، جمدت الأجور وقمعت الحركات الاحتجاجية. لذلك فهذه الحكومة لسنا ندري هل هي قدر المغاربة أيضا في هذه المرحلة أن ينتفضوا من جديد ضد هذا السلوك وضد هذه الحكومة، أم أن هذه الحكومة ستراجع مواقفها وتراجع سياستها لتكون حكومة جديدة بالمغاربة. ورسالة في كلمات لهذه الحكومة؟ نقول للحكومة لقد آن الأوان اليوم للمغاربة الذين صبروا لمدة 4 سنوات، وهذه السنة الخامسة، أن صبروا لمدة 5 سنوات، يقول لكم لقد طفح الكيل. والطبقة العاملة المغربية بقيادتها النقابية لن تقف اليوم في هذه المسيرة، بل ستدافع عن حق الشغيلة المغربية وكافة المواطنين المغاربة بكل ما أوتيت من قوة في إطار حركة احتجاجية مسؤولة مشروعة وفي إطار القانون، لكنها ستكون قوية وستربك الحكومة وتربك الحركة الاقتصادية في البلاد. شكرا جزيلا. حكومة التقشف، حكومة التشويع، حكومة التشويع، حكومة البطالة.